شوف كده وفكر، العمود ده يساوي في الطول بتاعه اي واحد من الثلاثه دول؟ اعتقد ان الاجابه واضحه ومش محتاجه فكاكه. بس السؤال هنا، هل تفتكر ان اللي حواليك ليهم تاثير عليك لدرجه انك ممكن تغير اللي انت شايفه عشان بس تتجنب نظرات الاحراج وبصاتهم ليك؟ في الخمسينات طلع عالم نفسي اسمه سولومون آش، وفكر في الموضوع ده وجه عمل تجربه من اكتر التجارب الانترستنج او المثيره في علم النفس، عشان يعرف مدى تاثير الضغط الاجتماعي من المجموعه اللي حواليك اللي ممكن تخليك تغير قناعاتك، او على الاقل لو ما غيرتش قناعاتك بس هتعمل زيهم. والتجربه كانت كالاتي: جاب مجموعات، كل مجموعه كانت 10 اشخاص، وقال لهم ان التجربه دي عشان نشوف مدى ادراكنا البصري للاشياء اللي قدامنا. طبعا ده كان اي هبد، مفيش الكلام ده كله. المهم ان ال10 دول كان في منهم 9 ممثلين، يعني ناس تبع التجربه، وواحد بس هو اللي بنجرب عليه، هو الشخص الحقيقي. فهو عرض عليهم في التجربه فالزوره زي اللي عرضتها لك في الاول كده، عمود وقدامه 3 عمدان، وبيسالهم العمود ده مناسب مع انهي طول في العمدان ال3 دول. طبعا كانوا متفقين مع ال9 ممثلين دول ان هم هيقولوا اجابات غلط في 12 مره من اصل 18 مره يتسالوا فيهم، يعني هيجاوبوا 6 مرات في الاول بس اللي صح، وبعد كده كلهم هيبتدوا يجاوبوا غلط. والتجربه دي اتعملت 3 مرات ب3 ظروف مختلفه. اول سيناريو ان ال9 كلهم جاوبوا غلط عشان نشوف الشخص الحقيقي هيجاوب معاهم ولا لا. تاني سيناريو من التجربه خلوا واحد بس من ال9 يجاوب صح، وقالوا هنشوف هل لما نخلي واحد يجاوب صح ده هيدعم نفسيا او هيشيل الاحراج من على الشخص الحقيقي اللي بنجرب عليه ولا لا. وتالت مره خلوا الشخص الحقيقي اللي بنجرب عليه التجربه يدخل متاخر، والنتيجه لدخوله متاخر قالوا له انت هتكتب اجابتك في ورقه وهتسلمها لنا. خليني اقول لك كل سيناريو حصل فيه ايه بسرعه. في المره الاولى في اول سيناريو كلهم في الاول جاوبوا صح، من باب ان هم بيدوا ثقه للراجل اللي عمالين نجرب عليه ده عشان يسحبوها منه تاني. فلو الاجابه الصح مثلا 3، كلهم كانوا بيقولوا 3. جم بعد اول كام مره كده وابتدوا يسوقوا العبط، كلهم ابتدوا يجاوبوا غلط. الاجابه مثلا 1 وواضحه وضوح الشمس، يروحوا هم قايلين 2، لغايه ما جم عند المتسابق الحقيقي او الراجل اللي احنا بنجرب عليه، والراجل يعني اتوتر وشك في نفسه وابتدى يبص حواليه يمين وشمال، وللاسف قال نفس الاجابه الغلط بتاعته. كان في مشترك تاني شخصيته اقوى شويه من المتشارك الاولاني ده، لما لقاهم كلهم بيجاوبوا غلط، لما الدور جه عليه راح جاوب هو صح. ولما ده حصل كلهم بصوا له فجاه مع بعض في نفس الوقت، بصت اللي هو ايه يا عم، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ وده خلاه في المره اللي بعدها اللي هم برضو ال9 كانوا بيجاوبوا كلهم غلط، للاسف جه على نفسه وابتدى يجاوب غلط معاهم عشان بس يتجنب بصاتهم ونظرات الاحراج اللي كانوا بيبصوها. في السيناريو الثاني بقى بتاع ان هم جابوا واحد من ال9 عشان يجاوب صح، عشان نشوف هل ده هيساعد الراجل اللي احنا عمالين نزاول فيه ده ولا لا، لقوا ان الدور لما جه على الراجل اللي بنجرب عليه ده ان ده فعلا شجعه وخلاه يجاوب الاجابه الصح. وبعد ما جاوب صح الاثنين بصوا لبعض كده وعملوا كده ببعضيهم، قال يعني ان هم فاهمين بعض مش زي الاغبياء دول. في ثالث مره بقى لما الراجل دخل متاخر وقالوا له انت هتكتب اجابتك في ورقه مش هتقولها، لقى ساعتها ان برضو ال9 بيجاوبوا غلط، بس لما جه الدور عليه وقالوا له اكتب في الورقه كتب الاجابه الصح، لان هو هنا مش معرض للسوشيال بريشر او الضغط الاجتماعي اللي هيحصل لما ال9 يشوفوا الراي بتاعه اللي هو عكس رايهم. طبعا التجربه دي ب3 سيناريوهاتها اتكررت كذا مره وعلى اكتر من حد. فتعال اقول لك النسب كلها بتاعت كل التجارب اللي اتعملت. في السيناريو الاولاني بتاع ان كلهم جاوبوا غلط، لقوا ان 75% من المشتركين جاوبوا نفس الاجابه الغلط على الاقل مره واحده، و37% من المشتركين جاوبوا الاجابه الغلط كل المرات. السيناريو الثاني بتاعنا كان في واحد بيجاوب صح وبيدعم الشخص اللي احنا بنجرب عليه، لقوا ان النسب دي قلت ل5%. انت شايف الفرق؟ من 37% في المره الاولانيه ل5% في المره الثانيه. في المره الثالثه بتاعت ان الشخص دخل متاخر وكتب اجابته في ورقه، لقوا ان لما السوشيال بريشر او الضغط الاجتماعي قل لما الشخص كتب اجابته في الورقه، ان ده قل نسبه الغلط بمقدار تقريبا 66%، يعني التلتين. طيب نخرج بايه بقى من التجربه دي؟ ان انت ممكن تتجاهل حاجه انت شايفها بعينك او مقتنع تماما ان هي صح لو انت وسط مجموعه كبيره من الناس رايهم عكس رايك، وده لان تاثير المجموعه اكبر من تاثير الفرد، وكمان عشان تتجنب السوشيال بريشر او الضغط الاجتماعي او الاحراج الاجتماعي اللي انت هتتعرض له من الناس اللي حواليك لما يسمعوك بتقول راي عكس رايهم، اللي هو فجاه هتلاقي كل اللي حواليك بصوا لك بصه اللي هو احنا كلنا اغبياء يعني مش عاجبينك، هو انت الوحيد اللي محنك فينا يعني. ولكن بوجود شريك يدعم موقفك ويشجعك على رايك، فساعتها الوضع بيختلف تماما. ساعتها هتبقى اجرأ واشجع انك تقول رايك او تعمل وجهه نظرك اللي انت متاكد ان هي صح. وبرده لو انت عارف انك في موقف هيعفيك من الحرج او هيعفيك من بصات الناس ليك، زي صاحبنا اللي دخل متاخر وكتب اجابته في ورقه، فده برده هيدعم موقفك ويدي لك الجرأه والشجاعه انك تعمل اللي انت شايفه صح. ولكن لو مفيش دول، مفيش حد بيدعمك، مفيش موقف يعفيك من الحرج، فقول لي بقى في الكومنتس انت ممكن تعمل ايه في الموقف ده. وفي الاخر حابب اختم بكود بحبه وشايف ان هو بيلخص كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده، وهو even the way you perceive the world is influenced by what the people around you think.
يعني الطريقه اللي انت بتدرك بيها وبتستقبل بيها العالم من حواليك بتتاثر تاثر كبير بافكار الناس اللي حواليك، وده هيعلمنا ننقي كويس قوي الناس اللي حوالينا. اللطيف في الموضوع ان التجربه دي متوثقه وموجوده لحد يومنا ده على اليوتيوب، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تروح تشوفه. وفكر كده مع نفسك، لو انت مكان الراجل الاولاني ده اللي دخل ولقى كل اللي حواليه بيجاوبوا غلط هتعمل ايه؟ واكتب لي في الكومنتس، واعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.